هيفي اف ام. عطاولي سهرنا ليالي طوال ويا ما السهر أسى علينا قلوب، وليل الحبايب بالتحدي طال وضاع العمر بين غالب ومغلوب. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدار وما باخد إلا مروسي. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدار وما باخد إلا مروسي. هيفي اف ام. لا تتحداني يا شاب وتعمل لي حالك لعيب، ولا تحدف ظهرك بالقلب ولا تعمل هيكل لعيب. لا تعمل هيكل لعيب، لا تعمل هيكل لعيب. رميتك طار بنص الدرب وشو بدي من الزهر بجيب الليل. بدك تاكل غلب وتاخد درس من دروسي. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدهر وما باخد إلا مروسي. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدهر وما باخد إلا مروسي. تقدم وتقدح مرات الزهر الملعون بيقهرني وبيعاندني، وحد الناس عيون عيون وشي ضدي شي مساندني. شي ضدي شي مساندني، شي ضدي شي مساندني. عالحد ما بيقدربون وحلفة ثابت فكتني. بحدف هالقوة وجنون بتطلع لي حلف الدوسي. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدهر وما باخد إلا مروسي. شو بدك تلعب بالزهر فرنجية أو محبوسي؟ بلعب الزهر مربي الدهر وما باخد إلا مروسي. وما باخد إلا مروسي. هيفي اف ام. يعرف الشعر بأنه نثر موزون ومقفى، ولكن هذا تطرق للشكل، والشعر تجاوز هذا إلى تأسيس استقلاليته عن النثر من خلال مضمونه أيضا. الشاعر فواز أوسي، أهلا بكم في ملتقى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي اف ام. أهلا وسهلا بك. أستاذ فواز، متى تكتب القصيدة؟ في البداية أرحب بك وبراديو هيفي. القصيدة لا وقت لها. نعم. لا وقت للقصيدة، ولكن في أغلب الأحيان تكون الكتابة في آخر الليل. الهدوء له دور هام في كتابة القصيدة، فتكون بعد مشاهدة بعض آلام بعض الناس ممكن كتابة القصيدة. ممكن أن نكتب القصيدة برؤية مشهد ما في الشارع. ممكن أن نكتب قصيدة عندما نضع رأسنا على المخدة كي ننام، فتأتي بعض الكلمات هكذا تأتي دون سبب. من منكم يستفز الآخر؟ أنت تستفز القصيدة أم القصيدة تستفزك؟ هي تستفز. القصيدة هي تستفز.
الشاعر. يأتي الوحي أحيانا بدون إرادة الشاعر، تتدخل الكلمات فتؤثر عليك كي تكتب. هل يستطيع الشاعر أن يجعل القصيدة دائما متاحة؟ بتصوري هناك توازن وترابط بين الشعر والقصيدة، فكلاهما متساويان. يعني أنا بتصوري أنهما متوازنان. يعني هل هذا له علاقة بقدرة الشاعر على التعبير؟ طبعا القصيدة ليس كل من حمل قلما يعتبر حاله شاعرا، ولكن يجب أن يكون هناك خلفية لهذا الشاعر، خلفية ثقافية، أن يكون ذا ثقافة عالية، درس للشعراء الكبار، دواوين الشعراء الكبار، وجميعنا هناك من نتأثر بهم من هؤلاء الشعراء الكبار. تعتقد بأن الثقافة هي أساس ومنبع للقصيدة الشعرية، ولكن هناك بعض من يكتب وهم أميون ويكتبون القصيدة الجميلة التي لها أثر. نعم، ولكن هي تعتبر حالات نادرة. صحيح، هناك بعض الناس الذين مصطلح الثقافة لا يرتبط بالإنسان. لما نقول بأن هذا أمي، هو ليس أمي كامل بالمطلق، ولكنه يمكن أن يكون ذات ثقافة عالية، ثقافة مجتمعية. أستاذ فواز، أنت تكتب باللغتين العربية والكردية، ما نوع الشعر الذي تفضل؟ شعر التفعيلة أم الشعر الحر؟ أنا أفضل الشعر الحر، وفي هذا الوقت نشاهد أن الشعر الحر طاغي على أغلب الشعراء الكرد والعرب. ما هي الأسباب باعتقادك؟ والله لسهولة الشعر الحر، تستطيع أن تتحكم فيه كما تريد، ولكن شعر التفعيلة يحتاج إلى عمل أكثر، يحتاج إلى فيه صعوبة أكثر. تصوري في الشعر الحر فيه سهولة، وتستطيع أن تكتبه كما تريد. تقول بأن الشعر التفعيلة أصعب كتابة من الشعر النثري كما يسمى أحيانا، أو من الشعر الحر كما يسمى أحيانا أخرى، ولكن إذا دخلنا في مضمون القصيدة الحداثوية والقصيدة الحرة نلاقي هناك صعوبة أكبر من حيث تأسيس البنى الداخلية لتركيبة القصيدة، صعوبة أكبر من القصيدة الكلاسيكية. طبعا القصيدة بشكل عام لها أسس، أثناء كتابتها لها أسس، من صور شعرية، من جمال، من موسيقى. القصيدة الكلاسيكية وقصيدة الحداثة طبعا بنظري هذا، بتصوري صحيح أن كلاهما فيهما صعوبة، ولكن أنا بتصوري الشعر الحديث أراه أسهل من القصيدة الموزونة. لك كتابان، كتاب أول معنون بكلمات مفتاحية وهي مجموعة مقالات، وديوان شعر باسم هواجس الياسمين. حبذا لو تقرأ لنا قصيدة تختارها من هذه المجموعة الشعرية. قصيدة باسم درب القصيد. دعيني أبوح لفراشة ثغرك عن قافيتي، وأسر إلى فؤادك همس الوئام. قصيدة أنت استراح على ضفافها البدر ونام الفجر بسلام. دعيني ألملم أرق المحبين في صدري، وأساهر ألم الروح. أتوق إلى لحظة، إلى ساعة هيام، فأنت الآهة محفورة على رئتي، وأنت الشهد يجوز في مدى الأيام. أشعر بطيفك يبحر في المسام، يزهو في راحتي لون الغمام. ارحلي بي إلى مدن الجمال،
واصنعي لقلبي 1000 أغنية ينادمها لحن الهوى والأمان. ارحلي بي يا درب القصيد، ارحلي بي إلى مدن الخيال، هي يدي أمدها إلى يديك أشواقا لا تنام. قصيدة جميلة جدا تقول: نام الفجر بسلام. هل تحب أن ينام الفجر؟ أحيانا يتمنى الواحد أن ينام الفجر، لأننا أحيانا وفي كثير من الأحيان نشاهد الفجر، نتمنى أن نحادثه بأن ينام. طبعا هذه الصورة الشعرية هي نابعة نتيجة ألم محب، ألم وشوق، وتعطي مجموعة صور في هذا الشطر. كيف يتوافق ذلك مع تمرد الشاعر على الواقع؟ أنا بتصوري أغلب الشعراء متمردين على الواقع، وأغلبهم يتمنون أن يكون واقعهم أجمل من هكذا. فنتيجة تأثرهم بالواقع الذي يعيشون فيه، فإنهم يصنعون من هذه الأحرف بعضا من هذه القصائد. نعم، أستاذ فواز، كتبت القصيدة باللغة الكردية، هل يواجهك صعوبات؟ نعم، هناك بعض الصعوبات في اللغة الكردية، وأنا بتصوري نتيجة الواقع الذي كنا نعيش فيه قبل هذه الثورة. كان ممنوع علينا أن نتحدث باللغة الكردية في المدارس نتيجة هذا النظام. فبعد هذه الثورة وفي هذه السنوات الأخيرة أتيح المجال للكثير من الكتاب الشعراء أن يكتبوا ويتعلموا لغتهم الأم، بالإضافة إلى الواقع الاجتماعي الذي كنا نعيش فيه نتيجة الفقر الذي كنا نعيش فيه. حسب قراءاتك أستاذ فواز، هل للقصيدة الشعرية الكردية خصائص محددة؟ القصيدة الشعرية أي قصيدة ليست لها خصائص محددة. ممكن أن تكتب على الآلام التي تعيشها، ممكن أن تكتب على فتاة أحببتها. أنا بتصوري القصيدة الكردية كالقصيدة العربية واسعة ومفتوحة أمام الجميع بأن يكتبوا كما يريدون. تقصد القصيدة ابنة واقعها، ابنة بيئتها. نعم. ولكن هذه البيئة وهذا المجتمع هل يفرض خطوطا حمر على الشاعر؟ والله أحيانا، ولكن أنا بتصوري كل شاعر جريء هناك خطوط حمر، ولكن كل شاعر جريء. وعشنا تجربة نزار قباني كان شاعرا جريئا وتحدى المجتمع الذي كان يعيش فيه، والآن نشاهد نجاحات نزار قباني إلى الآن. فأنا بتصوري الشاعر إذا كان جريئا ممكن أن يتجاوز كل الخطوط الحمر. هل تكتب لنفسك أم تكتب للآخرين؟ أكتب لنفسي وللآخرين. هناك عدد كبير من الشعراء الكرد، ولكن الأسماء التي تستمر وتشتهر قليلة. برأيك ما هو السبب؟ السبب أنا بتصوري هو نتيجة الظروف التي يعيش فيها هذا الشاعر. أنا أعلم أن هناك الكثير من الشعراء يكتبون وهم يحملون على ظهورهم يحملون على ظهورهم أكياسا من الحنطة والشعير. إذن هناك الواقع اجتماعي، هناك فقر، فالكثير من هؤلاء الشعراء
هناك الكثير منهم حتى الآن لم يستطيعوا أن يخرجوا كتابا صغيرا لا يتجاوز 20 أو 25 ألف. كم نسخة؟ 100 نسخة مثلا، نتيجة ظروفهم الصعبة يعني. نعم. وحتى نخرج من هذه الظروف الصعبة، ما رأيك أن نعود إلى قصيدة؟ حبذا لو تقرأ لنا قصيدة أخرى. صرخة الطفل. أوقد في حنجرتك أيا طفلي عالما من السواد، وأطلق وريدك نيرانا، انفث غضبك وتحدى طلقات الظلام. إنهم يحصدون الطفولة ويجهزون على عمر الزهور بلا رحمة أو وازع من ضمير. أين زهر الإنسانية وتلك الرصاصة تزور الروح وصدر الطفولة؟ أين القلوب وهي الدميمة وهذه الدمية جزت رأسها وتلك الأرجوحة غادرت صبية الحي؟ اصرخ أيا طفل واملأ الكون غبار واملأ السماء إنكار. هم البغاة لا يفقهون أناشيد الطفولة ولا ملاعب له أو ساحات الورود، فقط أجل فقط يدرسون فنون الإبادة والعبادة ويفقهون فصول القهر والقمع والتنكيل. لذا أيهزى الطفل الشريد. اصرخ بملء فيك وأنت تشعل الأرض شجبا وكراهية، وألف نداء ينهمر من محياك. إنه صمت مرير بشع قبيح، وحدك ترى الكون محبة وسلام وخير. تطلب أن يصرخ الطفل، هل تصرخ الآن من داخلك؟ نعم، نحن نصرخ الآن، لأن قدرنا نحن الأكراد هو دائما نصرخ عندما نشاهد واقعنا نحن الأكراد. هناك ألم في قلب كل كردي ووحدة الصف الكردي، فنحن جميعا متوقون، وخاصة هنا في كردستان سوريا، إلى أن نرى هذه الوحدة على أرض الواقع. الشاعر دائما يخرج آلام وأوجاع أبناء جلدته بالدرجة الأولى، فإبداعه ويأتي من داخل هذا المجتمع والمحيط به، المجتمع المحيط به. هل للإبداع معوقات؟ داخل نفس الشعر لا يوجد معوقات، ولكن هناك معوقات خارجية تقف أمام هذا الشاعر في أن يكمل دربك. الكثير من الشعراء المبدعين توقفوا ولم نسمع بأسمائهم، وكانوا مبدعين حقا، كانوا مبدعين. ما الذي حسب قراءاتك كنت تجده في القصيدة والآن لا تجده؟ قديما كان كل ما يكتب كان كلاسيكيا، كان شعرا كلاسيكيا. أصبحنا الآن نشاهد الشعر بشكل عام يكتب بالشعر الحداثة الحر، ولكن أجد هناك مواطن للجمال والروعة، وقديما كانت هناك مواطن للجمال والروعة. كيف تنظر إلى اللوحة الشعرية الآن؟ والله أنا متفائل جدا. هناك خاصة بالشعراء الأكراد هناك مجموعة من الشعراء أتفائل بهم. طبعا مجموعة كبيرة من جيل الشباب الذين نشاهد عندهم إبداع وصور شعرية رائعة ولغة سليمة عندهم. أنا متفائل جدا بجيل الشباب. أستاذ فواز، ما هي مشاريعك الشعرية المستقبلية؟ الآن أنا أكتب باللغة الكردية، لغتي الأم، وأنا أعتز أنني أكتب باللغة الكردية. كنت أكتب باللغة العربية، أعترف أنني قصرت مع اللغة الكردية. الشجاع عليه أن يعترف، وخاصة هي لغتنا الأم التي نعتز بها ونفتخر بها. فأنا حاليا أكتب. أتمنى أن يعيشوا في أمان
وسلام. أتمنى أن نعيش نحن الكرد متوحدين، أن نشاهد بعيننا ونحن متوحدين يدا واحدة ضد هذا الإرهاب الذي نشاهده اليوم. أتمنى أن أكون ضيفا خفيف الظل عليهم، كما أشكر هيفي FM، أشكر كادرها، ولكم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي في هذا شكرا لكم، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، كان معكم الشاعر فواز أوسي في منتدى هيفي الثقافي. إلى اللقاء وشكرا لكم. هيفي FM. عيونك مدافع منصوبي عجبها، وشعرك مغازل عم تغزل عجبها. عيونك مدافع منصوبي عجبها، وشعرك مغازل عم تغزل عجبها. وبحبك أنا بحبك، وليش أمك معاجبها، ترحم قلب عايش بالعذاب. بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لا تعقد حجبها. بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لا تعقد حجبها. ورميت عليها ورد جورية، فتحت على قلبي 16 جبهة. بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لها تعقد حاجبها. ورميت عليها ورد جورية، فتحت على قلبي 16 جبهة. دللها بتزعل وبتبعد عني، سايرها بترحل وبتهرب مني. دللها بتزعل وبتبعد عني، سايرها بترحل وبتهرب مني. عقلي رح يزحل رح بتجنني، عقلي رح يزحل رح بتجنني. ومتحير معها بدي عاتبها، ورميت عليها ورد جورية، فتحت ع قلبي 16 جبهة. بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لها تعقد حاجبها. ورميت عليها ورد جورية، فتحت ع قلبي 16 جبهة. هيفي FM. بتعرفني بحبها بتعرف رسمالها، تضحك بعيبها بتزيد بدلالها. بتعرفني بحبها بتعرف رسمالها، تضحك بعيبها بتزيد بدلالها. نية له قلب ما أفضى بالها، نية له قلب ما أفضى بالها. فكرة تغلبني وبكرة بغلبها، ورميت عليها ورد جورية، فتحت ع قلبي 16 جبهة. بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لها تعقد حاجبها. ورميت عليها ورد جورية، فتحت ع قلبي 16 جبهة.
بتتندى مع كل الماضي، وقلبها بيتعلق وبيرجع راضي. بكرة بتتندى مع كل الماضي، وقلبها بيتعلق وبيرجع راضي. تعرف هالزعلة كانت عالفاضي، تعرف هالزعلة كانت عالفاضي. وبكرة ضميرها بده يحاسبها، ورميت عليها وردة جورية فتحت عقلبي 16 جبهة. بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلتلها يعود حاجبها. بطل عجبها بطل عجبها شو ما قلتلها تاخد حاجبها. ورميت عليها وردة جورية فتحت عقلبي 16 جبهة، فتحت عقلبي 16 جبهة. Heavy, heavy, heavy. FM, FM, FM. سمر شوافوني نجوم الظهر، شوافوني نجوم الظهر. سمر بيض بيض وسمر شوافوني نجوم الظهر، شوافوني نجوم الظهر. شو ما عملوا شو ما قالوا بيضايلوا بيكون العور. سمر بيض بيض وسمر، سمر بيض بيض وسمر شوافوني نجوم الظهر، شوفوني نجوم الظهر. شو ما عملوا شو ما قالوا بيضايلوا بيكون العور. سمر بيض بيض وسمر. يا عيني عصوني البال ما حبن مثل إنسان، بحبن مهما يجافوني وبعاملهم بالأحسان. يا عيني عصوني البال ما حبن مثل إنسان، بحبن مهما يجافوني وبعاملهم بالأحسان. خدود على لون دموعي وخدود حمر دموعي حار. سمر بيض غير سمر، سمر بيض بيض وسمر شوافوني نجوم الظهر، شوفوني نجوم الظهر. شو ما عملوا شو ما Heavy, FM. يا روحي على الحلوين يا ما فيه المظلومين، بتطلع فيهم بعيوني بيصيروا عيوني مجانين. يا روحي على الحلوين يا ما فيهم المظلومين، بتطلع فيهم بعيوني بيصيروا عيوني مجانين. خدود على لون دموعي خدود حمر دموعي حور. سمر بيض بيض وسمر، سمر بيض بيض وسمر شوافوني نجوم الظهر، شوفوني نجوم الظهر. شو ما عملوا شو ما سمر بيض بيض وسمر.
بتفتت يا قلب الصوار جوي واستسلم يا دي عيوني لما بتصيب ما بيخلوا الشعر يخيب بتفتت يا قلب الصوار جوي واستسلم يا دي خدودن على لون دموعي خدودن حمر دموعي يا حمر سمر وبيض وبيض وسمر سمر وبيض وبيض وسمر شوفوني نجوم الدار شوفوني نجوم الدار سمر وبيض وبيض وسمر شوفوني نجوم الدار وشوفوني نجوم الدار شو ما عملوا شو ما قالوا بيض عينهم بدون العار سمر وبيض بيض وسمر هیوی اف ام بدنگا نارین بریوان کوچران لپسارن هیویانه هیوی اف ام بدنگا عشق سقلان و هلبستن شیخ احمد عندی ورینه هیوی اف ام بدنگا پایزوکن ملا خلیل و زرنیا علان لپیشوبا کسرن کرکی ریال و کچکا کزینه هیوی اف ام بدنگا هناسین عشق رنگن پاتی بدارا قبابا و سبنه هيفي اف ام لسر بيلين نوتو بينج نقطة بينج بالميدان أصفولوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان حاجة تمرجل يا شريك وحاجة اللي كانوا بانوا أكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان حاجة تمرجل يا شريك حاجة اللي كانوا بانوا مهما كان الله عطيك هو يفتو يا شريك هو يفتو يا شريك مهما كان الله عطيك هو يفتو يا شريك هو يفتو يا شريك فيك تقاوم من يوم فيك تقاوم الجف للنعسان تقاوم الجف للنعسان أصفولوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان حاجة تتمرجل يا شريك حاجة اللي كانوا بانوا هيفي اف ام محبوبي والمثل قلال الله لا يشغل له بال الله لا يشغل له بال محبوبي والمثل قلال الله لا يشغل له بال الله لا يشغل له بال يحمل غصنه ثلاث اشكال تفاح وورد ورمان وقصفوا له عمر النسوان وقصفوا له عمر النسوان اكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان اكبر فارس بالميدان أصفولوا عمر النسوان حاجة تتمرجل يا شريك حاجة اللي كانوا بانوا لحاظ العين عضايد ضواحين وبدمع العين لا دور الضواحين مهما الحب من عمري ضواحين ظل اتذكر عهود الحبايب
وبتعقل من ضحكة سن وبتعقل من ضحكة سن نظرة بتخليك تجن وبتعقل من ضحكة سن وبتعقل من ضحكة سن نظرة بتخليك تحن وكانوا قلبك صوان لو كانوا قلبك صوان قصفوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان قصفوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان قصفوا عمر النسوان حاجة تتمرجل يا شريك حاجة تخلي كانوا أكبر فارس بالميدان قصفوا عمر النسوان أكبر فارس بالميدان قصفوا عمر النسوان حاجة تتمرجل يا شريك وحاجة تخلي كانوا Heavy FM. حبيت ما شاورت حالي وبيدق باب البيت 100 مرة بالي وبحس اني بروح او ما بروح عالتبقيت رايحة جاي بالبيت طاوشني خلخالي حبيت ما شاورت حالي وبيدق باب البيت 100 مرة بالي وبحس اني بروح او ما بروح عالتبقيت رايحة جاي بالبيت طاوشني خلخالي منحوس مش منحوس اللي حاصل مثلي مش يعني اللي اتجوز بكير أكلي بتلم ما بتلم منو هم كل الهم إنه يخف عننا معه النق أو أهلي يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان منيح بزمانه يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان منيح بزمانه لشو تقنعني بغرامك فيي ما الكذب مثل الشمس بتشوفه من الفي كذاب مش كذاب رد الباب هلا بس اخفي الحس ليك الناس كيف جمعت علي شو تقنعني بغرامك فيي ما الكذب مثل الشمس بتشوفه من الفي كذاب مش كذاب رد الباب هلا بس اخفي الحس ليك الناس كيف جمعت علي قلتلي القناعة هاي كنز ما بيفنى وقنعنا بكير وقت ما قنعنا تلفنا معرفنا إن كان بنفنا ما بتفنا يبقى إن مرة فضيت شرفنا وعرفنا يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان منيح أعلته بزمانه يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان منيح أعلته بزمانه Heavy FM. مفروض انت تكون كل الوقت حدي خوضني بطريق ما شكلها بتودي والكل معهن علم انه انت كيف ما كنت رغم القهر رغم الدهر رغم المهر ما بدي